السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. أعلن نادي برشلونة رسميا بأن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي تصاب بكسر عظمي في الجدار الداخلي للعين اليسرى، وغادي يغيب على الماتش ديال غدا الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، حيث قام برشلونة بإعطاء التفاصيل ديال الإصابة اللي تعرض لها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. تصاب بسبب واحد الاصطدام وقع ليه في الماتش ديال فياريال وبرشلونة. خرج بيان قال فيه بأن الفحوصات الطبية أكدت بلي ليفاندوفسكي عنده كسر في العظام ديال الجدار الداخلي للعين اليسرى. وزاد البيان وضح بلي ليفاندوفسكي غيغيب على الماتش ديال يوم الثلاثاء امام اتلتيكو مدريد. برشلونة غادي يستقبل اتلتيكو مدريد في الروتور ديال نصف نهائي كأس ملك اسبانيا من بعد ما خسر في الذهاب ب4-0. من جهتها قالت صحيفة ماركا الإسبانية بلي أن من المرجح يكون النجم البولندي واجد باش يشارك في الماتش ضد أتلتيكو بلباو في الليغا نهار السبت القادم. وزاد قال ولكن الهدف الأساسي هو يكون واجد لمواجهة نيوكاسل في إنجلترا لمبرمجة نهار 10 مارس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.